كنا بنتكلم على اللاعبين بقى اللي هيجوا واللاعبين اللي هيمشوا واللي هيقعدوا، والعروض اللي جت لبعض اللاعبين منهم محمد شريف اللي بيهدف الحقيقه وبيفوق في اخر ماتشين، سواء ماتش الزمالك وماتش اللي فات ماتش امبارح. وبالتالي الراجل ما عندوش اي اعتراض ان محمد شريف يمشي، وانا كنت قلتها لو محمد شريف هيروح الدوري التركي اعتقد مش هيتم الموافقه الا لما يبقى في ايد النادي الاهلي عقد للعيب هو مختاره بعنايه في مركز راس حربه. الراجل موافق على رحيله، لكن بشرط ان يكون في فرود تم او يتم التعاقد معاه بشكل رسمي، يكون هو موافق عليه ويكون هو يعتمد عليه في مركز الراس حربه. ده شرط كولر على، يعني لو النادي الاهلي عايز محمد شريف يستفاد منه ماديا انه يرحل الى الدوري التركي. ده بالنسبه لمحمد شريف. 300,000 جنيه مكافآت لاعبي النادي الاهلي بعد الفوز بالدوري. 300,000 جنيه لكل لاعب، دي المكافأة واللي بتقول عليها اللائحة الخاصة بفوز ببطولة الدوري. طبعا ما شاء الله ان شاء يعني السنة دي اللعيبة زي ما بقول لكم كده كم بطولات حلو الصراحة، يعني بالنسبة للعيبة فالسنة دي سنة خير للعيبة الحقيقة. ادي بطولة الدوري الافريقي، الدوري الابطال، لسه ان شاء الله كمان السوبر افريقي، كاس مصر، السوبر المصري، يعني تفاصيل كتير وبطولات كتير. يستحقوا ما دام تعبوا واسعدوا جماهيرهم ان هم ياخدوا مكافاتهم. واعتقد دايما النادي الاهلي يعني على طول سريعا تلاقي الحاجات دي فيها تحفيز دايما باستمرار للعيبه. طيب كنا بنتكلم على الامور الخاصه بقى بالنادي الاهلي في قلنا شريف، لكن حتى الان امام عاشور يا جماعه، بس ده خبر مهم جدا. امام عاشور خلاص مضى، وعدد سنين مضاها معينه، بنتكلم على 4 سنين. في نفس الوقت كان بالنسبه له خلاص في فيلم موجود هيتعمل، وقلنا الفيلم التسجيلي الخاص بتقديمه امام عاشور لجماهير النادي الاهلي والصفقه. لكن يعني حصل في الامور امور ان امام عشان كان غايب بقاله شهرين عن ناديه اللي هو الدنماركي في الفتره اللي فاتت شهرين تقريبا، وبالتالي كان بيعدوا عليه غياب، عدم وجوده بدون اذن، فبالتالي حصل مجموعه من الخصومات عليه. وهنا النادي الاهلي جه يحول، يحول الفلوس، لقى ان كمان في فلوس زياده على امام عاشور، ده خصوم منه بقى وفلوس غرامات عليه. فحصل هنا بقى ايه مشكله، بالاضافه الى الاصابه اللي موجوده لامام عاشور حتى الان، هي اصابه طويله، فالكشف الطبي لغايه دلوقتي برضو ما اتعملش. فهنا حتى الان صفقه امام عاشور رايحه يعني وجايه، يعني خلاص الراجل مضى وموافق انه يجي، لكن متاجله شويه او اتاجلت شويه لحين البت في الغرامات اللي على امام عاشور، وفي نفس الوقت موضوع الاصابه اللي طويله شويه عنده في الوقت الحالي. طبعا هو لسه صغير، اصابه عضليه عادي ممكن تكون قويه، لكن الطبيعي ان هو هيرجع من الاصابه لو بس العلاج يبقى كويس، وهيعود سريعا الى الملاعب. ولكن طبعا في وقت بيكون نادي كبير بيجيب لعيب، لازم يطمن تماما ان الاصابه دي او المشكله اللي عنده مش مزمنه، ويقدر يلعب بعد فتره من العلاج. ده بالذات للانديه الكبيره، بنتكلم على الاهلي والزمالك والانديه الكبيره اللي بتدفع فلوس، بقى انت بتدفع مبلغ وقدره، فده جزء مهم جدا بالنسبه لامام عاشور.